يا اهلا بيكم في فيلمنا الجديد اللي بعنوان اتلانتس نايلوس ريوتر، وده يا صديقي واحد من الافلام الجامده وجمدانه طبعا مش غريب علينا بعد ما شفنا اللي حصل في الجزء الاول وكميه المغامرات والاثاره والغموض اللي كانوا موجودين فيه. ولو انت فاكر ان الحكايه خلصت خلاص فانا جاي اقول لك اتقل، لسه الجمدان مكمل. مش عاوز منك غير فشارك ومشروبك الجميل ده بعد ما عملت السبسكرايب طبعا. يلا بينا بقى بسرعه نشوف الدنيا بتقول ايه. بتبدا احداث الفيلم وبنشوف مركب شحن ضخمه بتكون ماشيه في المحيط، وفجاه بيهجم عليها اخطبوط عملاق، وبنرجع مره تانية لمدينه اتلانتس اللي بلاحظ يا صديقي انها اتطورت جدا واتقدمت بسبب العلوم الكتيره اللي كانت موجوده عندها، وبسبب مجهودات كيدا وميلو. بنشوف كيدا ومعاها حيوانها الناري الاليف اللي بنعرف انه بيقدر ياكل الصخر، وبنعرف ان ميلو قدر يستغل الطاقه اللي كانت موجوده في بلوره قلب مدينه اتلانتس افضل استغلال، وكمان كده خلت الناس يهتموا بالعلم مره تانية، وده السبب الرئيسي في التقدم الكبير اللي حصل. وفي يوم بيتفاجئ ميلو وكيدا بالحراس اللي جايين يحذروهم ان في مجموعه من الدخلاء جايين عليهم من بعيد، وبيبدا الحراس فعلا يستعدوا علشان يشتبكوا معاهم، لكن بيقدر ميلو يبص في المنظار وبيطمن كل الحراس وكل المدينه ان اللي جايين دول مش دخلاء ولا اعداء ولا حاجه، ولكنهم بيكونوا الطاقم الشجاع اللي وقف مع ميلو زمان ضد كابتن روك. وبيفرح ميلو جدا لما بيلاقي السيد ويتمور صاحب جده جه المدينه علشان يتفرج عليها ويشوفها على الواقع، وبينبهر مستر ويتمور جدا بالتطور اللي بيشوفه في مدينه اتلانتس. وبعد كده بيروحوا كلهم علشان يقعدوا مع بعض وياكلوا، وبعد ما بيخلصوا اكل بيبدا ميلو يتكلم مع مستر ويتمور علشان يعرف سبب زيارته للمدينه، وساعتها بيبدا مستر ويتمور يحكي له المعاناه اللي بتحصل بقالها فتره في المحيط، وبيتكلم معاه ان في وحش عملاق بيهاجم السفن ومش بيعدي اي سفينه من المحيط زي ما شفنا طبعا يا صديقي في اول الفيلم. وبيكمل مستر ويتمور كلامه وبيتكلم مع ميلو وبيقول له احنا بصراحه عندنا شك كبير ان الوحش ده يكون زي الوحوش اللي قابلتكم لما كنتم بتكتشفوا اتلانتس، وعلشان كده جينا لك لانك اكتر حد عنده معلومات عن النوع ده من الوحوش. وساعتها كده بتبدا تتكلم وبتقول على فكره يا جماعه انواع الوحوش كتيره جدا في المحيط، وكمان بابا زمان صنع وحوش كتيره علشان تدافع عن المدينه، وممكن جدا الوحش اللي بيهجم على السفن ده يكون مختلف عن اللي واجهنا زمان لما كنا بنكتشف اتلانتس. يعني الموضوع في احتمالات كتيره، وبتصمم كده بعدها انها لازم تروح معاهم الرحله دي علشان تصلح اي اخطاء هي او اجدادها تسببوا فيها، وبتركب معاهم المركب فعلا وبيبداوا رحلتهم علشان يشوفوا الوحش ده موجود فين ويقدروا يتعاملوا معاه. وبيبدا كل واحد من الناس اللي على ظهر المركب يقول وجهه نظره، وبيتكلم ميلو بيقول بصراحه من شكل الوحش ده في الصور انا تقريبا متاكد انه مش اللي قابلنا زمان عند مدخل اتلانتس. وفجاه وهم بيتكلموا بيظهر الوحش وبيبدا انه يهاجم السفينه، لكن طاقم السفينه بيروحوا بسرعه علشان يركبوا الغواصات بتاعتهم وبيبداوا يحاربوا الوحوش، بس للاسف الحامل بتاع الغواصه بتاع ميلو بيتكسر، وساعتها ميلو بيتواصل بسرعه مع باقي الطاقم علشان ييجوا ينقذوه. وبيقدر باقي الطاقم انه يبدا يهاجم الوحش بالصواريخ، وبيضربوا عليه صواريخ كتيره وبيروحوا بسرعه ينقذوا ميلو قبل ما يغرق. وبعد كده قائد الرحله بيتكلم مع ميلو وبيقول له انه هياخد السفينه يوديها الصيانه، وساعتها ميلو بيقول له انه هياخد غواصه تانيه ويروح يستناهم في جزيره الصيادين اللي موجوده في القريه اللي جنبهم. وبيوصلوا فعلا للقريه وبيستقبلهم عمده القريه استقبال بارد جدا، وبيقول لهم اتفضلوا هنا لحد ما سفينتكم تتصلح وبعد كده تمشوا على طول. ودي طبعا حاجه بتخليهم مستغربين لان العمده بتاع القريه بيتكلم معاهم وحش وكانه بيطردهم، لكنهم بيكبروا دماغهم من الموقف اللي حصل وبيقرروا يفضلوا موجودين في المكان لحد ما يطمنوا على سفينتهم. وبيروح ميلو واللي معاه علشان يدخلوا فندق موجود في القريه، ولما بيدخلوا بيتكلموا مع صاحبه الفندق وبيسالوها عن العمده غريب الاطوار بتاع قريتهم، وساعتها الست ملامحها بتتغير كده وبتقول لهم اللي الصوره بتقول ان العمده ده عمل صفقه زمان مع الشيطان علشان يعيش للابد، بس نسي يطلب الشباب الابدي وعلشان كده كبر في السن وعجز. وبتنصحهم كمان الست دي انهم يسمعوا كلام العمده ويمشوا في اقرب وقت ممكن، وبتقول لهم صدقوني كل ده هيكون في صالحكم انتم وما انصحكوش تفضلوا موجودين هنا كتير. لكن طبعا زي ما احنا عارفين يا صديقي ميلو بيحب المغامره، واي مكان بيكون فيه غموض بتلاقي عنده ميول كبيره جدا انه يستكشف الغموض ويحل الالغاز اللي موجوده في المكان. علشان كده لما بيجي الليل ورغم ان المركب خلاص قربت تتصلح، بس ميلو وباقي اللي معاه بيقرروا يتتبعوا عمده القريه علشان يشوفوا ايه السر اللي وراه، وعلشان كده بيبداوا يتتبعوه فعلا. وفجاه بتظهر انوار وبيمشي ميلو وباقي زمايله ورا الانوار دي، لكن فجاه بيقعوا من على حافه جبل عالي جدا وبيقدروا يتعاونوا وينقذوا نفسهم باعجوبه، وبيكتشفوا ان الانوار دي كانت مجرد وهم او كأن حد متعمد يخليهم يمشوا ورا الانوار دي علشان يضللهم. وطبعا كل
كل ده بيخليهم يكونوا شاكين اكتر في عمده القريه. وبنشوف العمده بعد كده وهو رايح عند صاحبه الفندق وبيتكلم معاها وبيطلب منها انها تحرق كل الهدوم بتاعه مينو وزمايله، وده طبعا لانه اعتقد انهم خلاص ماتوا، لكنه بيتفاجئ لما بيشوفهم قدامه وبيعرف انهم قدروا يخلعوا من الكمين اللي هو كان عامله ليهم، وساعتها بيتضايق وبيسيبهم وبيمشي. وبيبدا مينو والناس اللي معاه يتكلموا مع صاحبه الفندق وبيطلبوا منها انها تحكي لهم اكتر عن حوار اللعنه بتاع عمده القريه ده. وساعتها صاحبه الفندق بتبدا تكلمهم عن الموضوع وبتقول لهم زمان كل السمك اللي موجود حوالينا في المحيط خلص، وساعتها كانت القريه هتتعرض لمجاعه كبيره، والاسطوره بتقول ان عمده القريه وقتها عمل صفقه مع الشيطان بيضمن له فيها انه مش هيخلي اي حد من قريته يطلع براها قصاد الاكل وارواح الناس اللي موجودين على المراكب، وبكده يقدر العمده يدي كل الاكل اللي على المراكب لاهل قريته ويخليهم يعيشوا، وفي نفس الوقت يستفيد الشيطان من ارواح الناس اللي كانوا على المراكب اللي اتسرقت دي. وبيخرجوا من الفندق وهم محتارين جدا ازاي العمده بيقدر يجيب كل الاكل لكل القريه دي بعدد سكانها الكبير، وبيفضلوا يتمشوا لحد ما في واحد من الطاقم بتاع ميلو بيقدر بخبرته في الصخور يكتشف بوابه كهف، وساعتها بيدخلوا جوه الكهف ده علشان يكملوا مغامرتهم، وبيتفاجئوا لما بيلاقوا رجاله العمده بيخزنوا الاكل اللي بيتاخد من السفن الغرقانه وبيخزنوه. بس المفاجاه بقى اللي بجد بيكون لما بيشوفوا العمده رايح يقف قريب من الميه، وساعتها بيظهر الوحش اللي بيهاجم كل المراكب، وبيبدا انه يسلم العمده مجموعه من الصناديق، وساعتها بتكمل الصوره لميلو والطاقم بتاعه، وبيعرفوا ان خطه العمده الشريره بتتمثل في انه بيخلي الوحش ده يهاجم المراكب كلها ويغرقها علشان يجيب له صناديق الاكل اللي تخلي قريته تعيش. وبيستغربوا جدا من الطريقه اللي العمده بيتحكم بيها في الوحش، وبيعتقدوا ان العمده بيتحكم في الوحش عن طريق التنويم المغناطيسي، وساعتها بيحاول ميلو انه يحط مع زمايله خطه علشان يشتتوا العمده ويقدروا يحاربوا الوحش ده، لكن بيتفاجئوا كلهم لما واحد منهم بيتحول فجاه وكانه نايم مغناطيسيا، بس بيقدروا ينقذوه في اخر لحظه، لكن طبعا كل ده بيعمل دوشه جامده، وساعتها العمده والوحش وكل رجاله العمده بيعرفوا انهم مش لوحدهم في المكان، وبيتحرك ميلو والطاقم بتاعه بسرعه علشان يروحوا يركبوا الغواصات بتاعتهم، وبيبداوا يحدفوه بالصواريخ، لكن الغريب ان من وقت للتاني في ناس من الطاقم بتاع ميلو بيتحولوا كأن الوحش مسيطر عليهم، وساعتها ميلو بيقدر يحدد ان العمده مش هو اللي بيتحكم في الوحش، ولكن بالعكس الوحش هو اللي بيتحكم في كل اللي حواليه، وبعد ما هم اللي كانوا بيطاردوا الوحش بقى الوحش هو اللي بيطاردهم، وبيلاحظوا ان مفيش معاهم خلاص في الذخيره غير صاروخ واحد، وساعتها بيقرروا انهم يضربوا الصاروخ ده، بس قبل ما ينفذوا ده مش بيرضوا يخاطروا باخر صاروخ معاهم، وبيقرروا يستدرجوا الوحش عند الغواصه بتاعه ميلو اللي غرقت في اول الفيلم، خصوصا انها مليانه صواريخ، وبينجحوا فعلا انهم يستدرجوا الوحش هناك، وبيضربوا الصاروخ اللي معاهم في الوحش، وبيخترق الصاروخ جسم الوحش، وكمان بيفجر الغواصه اللي مليانه صواريخ، وساعتها بيقدروا يدمروا الوحش ويقضوا عليه تماما، وبيموت الوحش، وكمان بينتهي العمده اللي عمل معاه صفقه السحر دي، ودي طبعا حاجه بتفرح اهل القريه جدا، خصوصا ان الضباب اللي كان مالي القريه اختفى خلاص بعد ما الموضوع انتهى. ومش بس كده، دي الاسماك كمان رجعت مره تانية تعيش في المحيط حواليهم، وعلشان كده اهالي القريه كانوا فرحانين وجهزوا الشباك بتاعتهم علشان يطلعوا يصطادوا، وبيودعوا ميلو والطاقم بتاعه وبيشكروهم على كل اللي عملوه علشانه، وبيجتمع بعد كده ميلو والطاقم بتاعه في بيت مستر ويتمور، وبيستعد ميلو وكده انهم يرجعوا مره تانية لاطلانتس، لكن فجاه بيجي لهم اتصال من صديق ليهم بيعرفهم ان في مشاكل في صحراء المكسي، علشان كده بيضطروا ما يمشوش وبيروحوا بسرعه على صحراء المكسي، وهناك بيتقابلوا مع صديقهم اللي بيحكي لهم ان في مستكشف اسمه سام كان بيستكشف في مكان قريب، وفجاه طلعت له عاصفه رمليه على شكل ذئاب، والغريب انهم لقوا مع سام قطعه اثريه عليها رموز لاطلانتس، لكن حتى كيدا وميلو نفسهم مش بيكونوا فاهمين ايه اللي مكتوب على القطعه الاثريه دي. وبعد كده بيفوق سام وبيبدا يحكي انه فجاه هجم عليه مجموعه من الذئاب على شكل عاصفه رمليه، واصابوه اصابات كتيره وبهدلوا الكوخ بتاعه. لما ميلو بيساله طب وانت لقيت القطعه الاثريه دي فين، وقتها سام بيقول له لقيتها في صندوق فخار موجود عندي في الكوخ. وبعد ما ميلو بيعرف المكان بتاع بيت سام بيروح بسرعه علشان يستطلع الحوار كله، بس الغريب انه بيلاقي الكوخ متبهدل خالص ومليان تراب، وحتى الصندوق اللي سام قال عليه مش موجود ولا حتى فيه اي اثر للذئاب ولا اي حاجه. وساعتها ميلو بيتصل بسام وبيقول له انت شكلك كده يا راجل يا طيب اتنصب عليه، ولازم تقول لنا انت شاكك في مين. وفعلا سام بيفضل يفتكر لحد ما بيقول لهم في تاجر نصاب ساكن في مكان مش بعيد عني اسمه كارانابي، وانا عندي شك كبير انه غالبا هو اللي سرق الصندوق. وساعتها ميلو والطاقم بتاعه بيروحوا بسرعه عند التاجر ده، وبيتفاجئوا من كميه الاثار والحاجات النادره اللي موجوده عنده، وهناك بتشوف كده تمثال شبه الحراس بتوع اطلانتس، وعلشان كده بيقرر تشتريه، وكارانابي بيقدر يضحك عليها وبيبيعوا لها بسعر خيالي. وبيسالوا ميلو بعد كده عن الصندوق بتاع سام، لكن وقتها
وقتها كارانابي بيأكد له انه ما يعرفش حاجه عن الصندوق ولا عن القطع الفخار اللي كانت جواه، وميلو والطاقم بتاعه بيسيبوه وبيمشوا. لكن وهم في الطريق بعد ما مشوا بيقول ميلو ازاي احنا صدقنا الراجل النصاب ده، وإيش عرفه اصلا ان كانت في قطعه فخار موجوده جوه الصندوق. كده هو بيثبت انه اللي سرق الصندوق. بس في الوقت ده بتحصل حاجه بتشتتهم لما بيفضلوا يشوفوا شخص غريب طول الطريق، مره على الجانب اليمين ومره على الجانب الشمال، بس فجاه بيلاقوه قدامهم وبيكون هو نفس الراجل، وكانهم بيحلموا او كان في حاجه غريبه بتحصل. وبيركب الراجل ده معاهم العربيه وبيقول لهم ان اسمه زكاشي، وبيفضل يتكلم معاهم كلام غريب، وبيقول ان اسرارنا طول ما هي محفوظه واسرار اجدادنا مستحيل اي شر يحصل لنا. وبيبص لكده وبيقول لها المفروض انك اكتر واحده عارفه الكلام ده. وبعدها معلم ولا كانه قال تعويذه، وبتظهر الذئاب الرمليه اللي هجمت سام وبتفضل تطارد العربيه بتاعت ميلو. والغريب انهم بيلاحظوا ان الراجل اللي اسمه زكاشي ده اختفى من وسطهم في لمح البصر. بس الاغرب ان العربيه لما بتقف بيلاقوا نفسهم رجعوا مره تانيه عند كارانابي وكانهم في دايره ما بتنتهيش. وبيقرر وقتها ميلو انه يدخل عند كارانابي ويساله لو يعرف حد اسمه زكاشي. لكن كارانابي بيستغرب جدا من الكلام ده وبيقول لهم انا عندي تماثيل كتير ليه لو تحبوا تشتروها. وساعتها بيفتكر ميلو انه قرا عن زكاشي كتير وانه في الاساطير هو الروح بتاعت قوه الرياح. لكن كارانابي بيستغرب جدا من الكلام بتاع ميلو وبيقول له انا يا عم انت ماليش في الخرافات اللي انت بتحكي فيها دي. وبعدها بيقدر واحد من الطاقم بتاع ميلو يكتشف المكان اللي كارانابي مخبي فيه الصندوق بتاع سام، وبيكشفوا بيواجهوا كلهم كارانابي بالموضوع ده وبيقولوا له تبقى انت الحرامي الكبير يا معلم، بس مش ده بيكون المهم وقتها. وبيفتحوا بعدها الصندوق وبيقدر خبير الاثار اللي موجود في الطاقم بتاع ميلو يعرف من خلال بواقي التراب اللي في القطع الفخاريه اللي جوه الصندوق يحدد الصندوق ده جه منين. وبعد ما بيحدد المكان الاصلي للصندوق بيقول لهم انا كده عرفت الطريق. وبيتحركوا كلهم وبنلاحظ ان زكاشي مراقبهم كلهم من بعيد وهم مش واخدين بالهم. وبيوصلوا عند كهف، بس الغريب انهم قبل ما يدخلوا الكهف ده علشان يكتشفوا المكان اللي الصندوق جه منه العاصفه بتشتد جامد وبتسد بوابه الكهف، بس بيقدروا يعملوا حفره بسرعه وبيدخلوا جوه الكهف. هناك بيتصدموا من كميه الاثار اللي بيلاقوها جوه الكهف وكانهم يكتشفوا كنز حقيقي موجود فيه اثار لحضارات عمرها الاف السنين. وبتلاحظ كده تمثال حارس البلوره بتاع اطلانتس، وساعتها بتستنتج ان اهلها كانوا موجودين في المكان ده من الاف السنين. لكن فجاه بيتملي الكهف بغاز منوم، وساعتها كلهم بياخدوا بالهم ان كارانابي هو اللي عمل كده علشان هم كشفوا المكان اللي هو بيقدر يجيب منه الاثار اللي بيبيعها. وكارانابي مش بيكتفي بده، ولكن بنشوفه وهو بيلغم باب الكهف بالديناميت علشان يضمن ان كل اللي جوه هيموتوا. بس بيقدر ميلو يتصرف بسرعه وبيصحي الحيوان الاليف بتاعهم اللي بيقدر يقطع الحبل بتاعه والحبل بتاع ميلو. وبيروح ميلو بسرعه يلحق الديناميت قبل ما ينفجر وبيفوق باقي زمايله وبيقدروا يخرجوا من الكهف باعجوبه. بس الغريب انهم لما بيخرجوا بيلاقوا الذئاب الرمليه هجمت على كارانابي وبتخفيه من قدامهم تماما. وبيظهر في الوقت ده زكاشي وبيقول لهم انا مستحيل اسيبكم تخرجوا من المكان ده علشان اضمن انكم مش هتفضحوا سر المكان. وبيتكلم معاهم زكاشي وبيقول لهم حضاره اجدادي كانت من افضل حضارات العالم هنا من الاف السنين. وساعتها كده بترد عليه وبتقول له سواء قتلتنا او سبتنا نعيش مستحيل نفضح حضاره المكان ده لاي حد. وساعتها نبره زكاشي بتتغير معاهم وبيقول لهم انا اصلا كنت بختبركم، وبتتكلم كده معاه وبتقول له احنا اكتر ناس حاسين بيكم مقدرين احساسك لان زمان كنا عاملين حضارتين هنا من اعظم الحضارات. وبتتفاجئ كده لما بتعرف ان زكاشي عارفها وعارف انها كانت ملكه في اطلانتس، وبيتمنوا هما الاتنين لو ترجع حضاره اجداد زكاشي عظيمه من تاني زي حضاره اطلانتس بعد ما اتطورت مره تانيه. وساعتها كده بترد عليه وبتقول له ان ده قرار مش بسيط لان البشر دايما لما بيعرفوا بوجود طاقات جديده بيستغلوها اسوأ استغلال. وبتحكي له عن المعاناه بتاعتهم زمان لما البشر عرفوا طريق البلوره بتاعت اطلانتس. وساعتها زكاشي بيقول لها انا على العموم مش هقدر اجبرك على حاجه، بس خليكي عارفه ان القرار في ايدك. وبيسيبها وبيمشي وبيروح ميلو كده علشان يودعوا باقي اصحابهم ويرجعوا مره ثانيه لاطلانتس. لكن بيتفاجئوا لما بيعرفوا ان في مشكله جديده حصلت وهي سرقه سيف اسكندنافي نادر واثري. وميلو بيستغرب جدا وبيسال مستر وتمور يا ترى مين اللي ممكن يكون سرق سيف زي ده. لكن ريتشارد بيقول له من غير تفكير انا عارف، وبيقول له انه عنده شك كبير في رجل اعمال فلس وخسر كل ثروته تقريبا من وقت قليل. لكن الغريب ان الراجل ده اتصل بيه من فتره وقال له انه عنده احساس ان نهايه العالم خلاص قربت. وبيتكلم ريتشارد اكتر عن الراجل ده وبيقول له هو من ساعه ما خسر كل فلوسه تقريبا اتجنن، وعلشان كده انا متوقع انه سرق السيف، خصوصا انه موهوم بالحضاره الاسكندنافيه. ومن ساعه ما فلس وهو مقيم طول الوقت تقريبا في القلعه الاسكندنافيه بتاعته اللي قدر يشتريها قبل ما يفلس. بس المشكله الحقيقيه يا صديقي مش بيكون في سرقه السيف ولكن في القدرات اللي موجوده في
السيف ده، وبيقدر ميلو يتكلم معاهم عن السيف اللي اتسرق، وبيقول لهم للاسف السيف ده مرتبط جدا بحضاره اطلانتس. ومش بس كده، السيف ده بيقدر يستدعي كل القوى اللي موجوده في العالم، وبيقرروا يتحركوا بسرعه علشان يروحوا للراجل اللي سرق السيف، لانه طبعا بجنانه ده ممكن يقضي على العالم. وبيعرفوا ان مكان القلعه بتاعته في ايسلندا، وبيركبوا الطيارات وبيروحوا هناك، واول ما بيوصلوا بيلاقوا القلعه بتاعت الراجل طايره في الهواء. وساعتها بيعرفوا انه بدا فعلا يستخدم القوه. لما بيقربوا من القلعه بيتفاجئوا ان الجبل اللي قدامهم اتحول لوحش عملاق، وبيقدر الوحش ده انه ينفخ عليهم تلج كتير جدا بيجمد الطياره وبيوقعها. لكن بيقدر ميلو وزمايله يخرجوا من الطياره بسلام، بس بيلاقوا الوحش لسه بيطارده. ولما بيضربوه بصاروخ في دراعه بيلاقوا ان دراعه بيتجدد مره تانيه، وبيدخلوا القلعه بعد كده، وبيلاقوا ان الراجل اللي سرق السيف العمليه هبت منه على الاخر، وفاكر نفسه اعظم ملوك الارض. وساعتها كده بتفضل تهاوده لحد ما بتقرب منه، وبتقدر تاخد السيف، بس الكلب بتاعه بيقدر يهاجم كده وبيرجع له السيف مره تانيه. وساعتها بيطردهم وبيرميهم بره القلعه، بس بيخلي كده تفضل موجوده معاه لانه معتبر انها بنته بسبب الجنان اللي هو فيه. بس ميلو وزمايله مش بييأسوا، بيصمموا انهم لازم ينقذوا العالم من جنان الراجل ده، علشان كده بيحفروا في مكان قريب من القلعه، وبيقدروا فعلا يدخلوا القلعه مره تانيه. وساعتها كده بتاخد بالها من ده، وبتفضل تشغل الراجل المجنون علشان تخلي فريقها يدخل، وبيقدروا يدخلوا فعلا. وبمجرد ما بيقربوا بتبدا كده انها تهاجم الراجل المجنون، وبيتحد معاها ميلو باقي الفريق، لكن الراجل المجنون بيقدر ياخد كده بسرعه وبيروح علشان يصحي الوحش التاني اللي موجود في النار. والمشكله هنا يا معلم ان الوحش اللي موجود في النار بيقدر ياخد السيف من الراجل المجنون، وده ملهوش غير معنى واحد، وهو ان الوحش التلجي هيتحد مع وحش النار وهيدمروا العالم تماما. لكن ميلو ساعتها بيجيله فكره وبيقول انا لو قدرت افجر الارض تحتهم هنقذ العالم كله. وبتكون فكرته انه هيحصل بينهم خلاف لان الميه هتلمس النار، وبيفجر الارض فعلا. وساعتها بيحصل اللي هو توقعه، وبيفضل الوحشين يتعاركوا مع بعض. وساعتها بتقدر كده تاخد السيف اللي بيقع بعيد عنهم، وبتقدر تتحد بقوه بلورتها مع قوه السيف، وبتاخد السيف وبترجع بيه لمدينه اطلانتس بسرعه. وهناك بترجع السيف لمكانه الطبيعي، وبتبدا انها تتكلم مع شعبها، وبتقول لهم والدي زمان كان عنده حق لما خبى القوه بتاعت اطلانتس، بس كان غلطان لما اعتقد ان كل البشر اشرار، لان من خلال رحلتي في العالم عرفت ان في بشر كتير بيحبوا الخير زي ميلو والفريق بتاعه اللي ساعدونا كتير. وبتقدر انها تصدر كل القوه بتاعت اطلانتس علشان تخرج المدينه بعد الاف السنين من الحفر والحمم البركانيه اللي كانوا مدفونين فيها. وبتقدر فعلا تسلط كل قوه البلوره والسيف، وبينتشر كل الحرس حوالين اطلانتس. وبتقدر المدينه فعلا انها تطلع مره تانيه على وجه الارض، وبيتفاجئ كل الناس، وكمان بيشوف سكان اطلانتس الشمس لاول مره من بعد الاف السنين، وبيكونوا فرحانين جدا انهم رجعوا يكونوا جزء من العالم وهيتعاملوا مع كل البشر بشكل طبيعي. وبس كده بيخلص فيلمنا. اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا، ما تبخلش علينا باللايك تشجيعا لنا علشان نستمر ونقدم لكم الافضل دايما. ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصل لك فيديوهاتنا اول باول، واستنونا في افلام كتير جايه قريب، واشوفكم على خير ومع السلامه.